السلام عليكم ورحمة الله متابعيني حلوين. النهاردة حبيت اخرج انا واخواتي والعيال، كنا نغير جو شوية، فقلت ما اوريكم قطعة من بورسعيد، قطعة جمالية من بورسعيد، ساحة مصر وجمال ساحة مصر. هسيبكم تتفرجوا وتشوفوا الجمال، حكاية حكاية حكاية. بصوا، هي عبارة زي ما انتوا شايفين قدامكم، الكراسي اللي قدامكم دي كلها دي بتبقى على القناة، يعني كده السور ده انت بتقعدي كده بتتفرجي، وزي ما انتوا شايفين، والزرع والبوابات والحاجات اللي هم عاملينها والحديد والعواميد وشياكتها، يعني حكاية. بصوا، بصوا الجمال. كل يا جماعة اللي يجي بورسعيد يجي ساحة مصر، هيستمتع بجد. بص البوابات وجماله، ده كذا بوابة بالشكل ده، وبص العواميد وجمالها. بصوا الشارع عامل تقريبا في شارع في شرم الشيخ، شارع مش عارف، انا ما روحتش، بس الشارع ده هناك زيهم او قريب منه. بصوا الجمال، بجد استمتعنا استمتعنا. بصوا الحلاوة، سايباكوا تتفرجوا، اتفرجوا استمتعوا. بصوا 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 من على بعد الجمال اصلا، كبار وصغيرين بيستمتعوا. بس كل ده وانا ماشيه بفرجوا، ده جزء يعني. بص العواميد وجمالها، فنان اللي عاملها بجد، قطعة فنية زي ما بيقولوا، ساحة مصر قطعة فنية بورسعيد. بصوا الأنوار في الأرض، ودي المينا طبعا، وولاد أختي بيلعبوا في النور طبعا، ده الأساسي، معرفش بيستفادوا خليكوا كده شايفين كل حتة زرع، حاجة كده تفتح النفس. هو ابن اختي برضو مازن بيلعب في النور، معرفش بيعمل بصوا، بصوا المينا وجمالها. بذمتكم القعدة هنا حكاية. ايه رأيكم، مش كأننا في الساحل الطيب؟ مش محتاجين نروح الساحل الطيب، عندنا الساحل الطيب الحمد لله، ملناش دعوة بالساحل الشرير، ده الساحل الطيب بتاعنا، ساحة مصر وجمالها، وبورسعيد وجمالها. بصوا الطريق، يعني هتتمشوا في ساحة مصر، هتقعدوا تستمتعوا، يعني زي ما انتوا عايزين تتمشوا هتستمتعوا، عايزين تقعدوا قدام المينا كده اهو وتسمعوا الاغاني اللي بيحطوها في سماعات حاطينها اصلا على الاسوار دي، هتستمتعوا برضه. وهنا بيلعبوا باتيناج والحاجات اللي ملهاش اسم، معرفش اساميها. كله هيستمتع زي ما قلت لكم، في كل مكان هتلعبوا باتيناج، هتتمشوا، هتقعدوا تستمتعوا، اللي انتوا عايزينه.
بصوا، ما تنسوش تيجوا ساحة مصر بورسعيد عشان تستمتعوا. هسيبكوا بقى ايه تكملوا معايا حلاوة ساحة مصر. يا حلاوة بورسعيد وجمالها، تحفة.